وقت الكل كان فاكر إن ميزانية ال200,000 جنيه خلاص ما بقتش تجيب عجلة، في تحركات هادية حصلت في سوق المستعمل وكشفت عن قائمة عربيات رجعت للساحة من جديد وبقوة. الحكاية مش مجرد عربيات قديمة، دي موديلات اعتمادية ظهرت فجأة وبحالات فنية بتثير التساؤل. بنتكلم عن هونداي أكسنت 2006 وكيا ريو 2004 وفيات بونتو اللي سعرهم استقر عند ال200,000 بالتمام. والمفاجأة الأكبر كانت في أوبل كورس 2004 اللي سعرها نزل 150,000، ومازدا 323 ب185,000، والاتنين فابريكا دواخل وجاهزين للمشوار فورا. استقرار السوق المفاجئ ده خلى المهتمين يسألوا هل دي فرصة ذهبية مستخبية؟ وإيه اللي خلى أصحاب العربيات دي يقرروا ينزلوها السوق في التوقيت ده بالذات وبالمواصفات دي؟ تفتكروا الهدوء ده هو الهدوء اللي قبل العاصفة، ولا دي فعلا بداية حقيقية لاستقرار الأسعار في مصر؟ وقولولنا لو معاكم 200,000 جنيه تختار مين في القايمة دي؟